السلام عليكم ورحمة الله. تدرون عيوني أنه بالآونة الأخيرة انتشر أنواع كثيرة من الأكباس أو الذرة أو إحنا نسميه الشامية أو الأندومي، ويخلون داخل هاي الأكياس مال الشبس أو الذرة أو الأندومي أو باقي المنتجات يخلوا لك هدية، مرة تكون فلوس، مرة تكون لعابة، مرة تكون أي مسألة، أو كوبون تفوز بمسابقة معينة، مرة سيارة، مرة موبايل، مرة بلاي ستيشن. المهم اكو هدايا داخل تلك المنتجات. شنو الحكم الشرعي؟ حلال اتعامل، حلال اشتري، حلال اخذ هاي الهدايا الموضوعة داخل الاكياس، لو حرام؟ شنو حكمها الشرعي حسب رئيس سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني؟ القضية الأولى، آخذ الشبيس، آخذ الذرة، آخذ شو اسمها الأندومي، يعني هذا المنتج آخذه من أجل المنتج نفسه. يعني أريد آكل شبس، أريد آكل شامية، أريد آكل مثلا أندومي، أي منتج من هاي المنتجات، يعني قصدي وغايتي ونيتي المنتج نفسه، أستفاد من المنتج. أما الهدية اللي يخلوها هاي حالة ثنائية أو حالة طارئة أو زيادة خير مثل ما يسموها، يعني ما مخلي على بالي الهدية. أنا رايح آكل شبس، رايح آكل أندومي، رايح آكل شي يسمون هذا الثاني الشامية. المهم يعني هذا قصدي، مو قصدي الهدية. هنا حلال وماكو إشكال، وتعتبر الهدية اللي توضع يعتبرها الشرع هبة غير مشروطة أو جعالة من قبل الشركة، جعالة أو هبة، هنا ماكو إشكال. إذا كان نيتي المنتج، آكل المنتج نفسه، أشتري المنتج نفسه، أستفاد من المنتج نفسه، مو على مود الهدية اللي توضع. ومرة لا أشتري المنتج أشتري على مود الهدية، مرة أدري بها شنو ومرة ما أدري بها، ما أعرف شنو الهدية ايش تطلع لي. يعني ايش تطلع لي؟ مثلا يطلع لي كوبون، يطلع لي حروف أبو جنة، يطلع لي حروف فلان مشهور، ما أعرف شنو اللي يطلع لي بيها. بهاي الحالة تعتبر من التغرير بالمشتري التي تشبه كثيرا قضية الإقمار، وهنا لا تجوز. فلازم شنو تخلي نيتك المنتج نفسه مو الهدايا نفسها. زين إذا ردت تشتري، أما إذا تشتري من أجل هاي الهدايا اللي ما تعرف شنو يطلع لك، هنا يعتبرها السيد من التغرير بالمشتري. تغرير يعني يغرك بهاي القضايا، زين، والتي تعتبر مخاطرة مالية وانت تشوفها قليلة، لكن من المخاطرات المالية اللي تشبه القمار كما يقول، فهنا لا تجوز. لا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.